خلّيني أقول لك جملة ناس كتيرة هتختلف معاها، حسام البدري يمكن يكون واحد من أنجح المدربين في تاريخ الأهلي، لكن في نفس الوقت واحد من أقل المدربين اللي الجمهور اقتنع بيهم وبإمكانياتهم وقدراتهم. متخيل المفارقة؟ مدرب كسب الدوري بدل المرة 3، وكسب دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكاس مصر، ومع ذلك الجماهير كانت بتطالب برحيله. طب أزيدك من الشعر بيتين 3، الأهلي تحت قيادته حقق أكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد، 28 انتصار، والأهلي تحت قيادته برضه حقق بطولة الدوري بدون هزيمة موسم 2018 2017، وبقى تاني مدرب مصري يحقق الإنجاز ده بعد محمود الجوهري. طب خد دي كمان، الأهلي تحت قيادة البدري حقق أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد برصيد 75 هدف، وكمان حقق أكبر عدد من النقط في موسم واحد ب 88 نقطة قبل ما يكسر رقمه السويسري فايلر في الموسم اللي بعده ب 89 نقطة. الله، طب إيه الحكاية؟ هل حسام البدري كان مدرب ناجح فعلا، ولا مجرد مدرب عاش في ظل إنجازات مانويل جوزيه، ولا هو كان محظوظ عشان عاصر جيلين من أقوى الأجيال في تاريخ الأهلي؟ الحقيقة إن قصة حسام البدري فيها لغز كبير. إزاي مدرب يحقق كل البطولات والأرقام دي ومع ذلك اسمه ما يتحطش أبدا جنب أساطير التدريب في الأهلي؟ فهل المشكلة كانت في البدري ولا في توقعات جمهور الأهلي نفسها؟ وعشان نقدر نحل اللغز ده لازم نرجع لسنة من أصعب السنين في التاريخ الأهلاوي، 1 فبراير 2012، أسوأ يوم في التاريخ الكروي المصري والعربي. هتقولي طب ليه يا عم أحمد نبدأ بالغم ده، واشمعنى يعني الولاية التانية للبدري مع الأهلي بالتحديد؟ هقول لك عشان الولاية التانية للبدري مع الأهلي فيها حل لجزء كبير من لغز البدري والجمهور.